السلام عليكم. معكم مطبخ بشرى هاجر. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. اللي زوين في هذا الكرواس او هذا البريوش انهم كيوجدوا دفعه واحده وعجينتها سهله ومتوفره في جميع البيوت. كما كيبان لكم كيجيونا زوينين بمذاق القرفه. اللي ما كتبغيش المذاق ديال القرفه ممكن تعوضها بالبودره ديال الشوكولاط. راهم كيجيو لذاذين والطريقه ديالهم سهله ودغيا كيتحضروا. نقسم معكم شي وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو، يعني كيجيو هشاش وكيجيو رطبين. شوفوا ليا 500 غرام ديال الدقيق، يعني نصف كيلو، جوج بيضات، كيس او ساشي ديال الفاني 7 غرام، وعندي رشيشه ديال القرفه. اللي ما بغاتش ديرها ما كتعجبش مذاق القرفه ما ديرهاش. قياس معلقه كبيره ديال الخل، والملحه ديروا قياسكم، يعني واحد القياس ديال معلقه صغيره تقريبا، كل وحده ودير القياس ديالها. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه كبيره ديال السكر. اللي بغات دير الحلاوه شويه، يعني انا درتهم ناقصين بين الملح على الحلاوه. نتوما ممكن ديروا 2 معالق او 3 في الخليط ديال العجينه باش يجوكم حلوين. هنا نص كاس ديال الزيت، وغادي نبدا نجمع في العجين. درت الكاس الاول ديال الحليب يكون دافي وانا كنجمع. غادي نزيد كاس قل ربع ديال الحليب باش غادي نكمل الجمع ديال العجين. هنا غادي نستعمل ايدي باش غادي نكمل الجمع، ما كندلكوهاش غير كنجمعوها. العجينه خاصها تكون رطبه ما تكونش قاصحه. هنا من بعد ما جمعتها على هذا الشكل هذا غادي نجيب واحد الطبسيل او واحد البلا وغادي نحط فيه العجينه ديالي. غنغطي عليها ونخلي واحد 10 دقائق بين ما وجدت داكشي اللي غنحتاج ونرجع لها. هنا عندي 4 المعالق ديال السكر سنيده اللي غادي ندير. الا درتو الحلاوه كثيره في العجين يعني ما تكثروش. هنايا ممكن ديروا 3 المعالق ولا 2 في الخليط ديال العجينه، وهنا ممكن ديروا غير 2 ولا 3، يعني ما تكثروش بين هكا باش تجيكم الحلاوه مقاده. هنا درت انا 4 المعالق حيتاش ما مكثرش العجين فيه السكر. وغادي ندير معلقه ديال القرفه. بالنسبه اللي ما كتبغيش مذاق القرفه كما قلت لكم دير الشوكولاط بودره، يعني كاكاو المر حتى هو كيجي زوين. واحد شويه ديال النشا اللي ما متوفرش عندها ماشي ضروري، يعني واخا كنديرهم بلا نشا كيجيو زوينين. صافي وغادي نخلطهم مزيان حتى كيوليو على هذا الشكل. كنرش الدقيق على سطح العمل وغادي ننزل العجينه. غادي نجيب المدلك وغادي نبدا نسرح في العجينه او نطلق في العجينه كما غتشوفوا. هنا غادي نسرحها وغادي نحاول باش غادي نعطيها الطول باش تجيني ملي نبغي نشكلها تجيني يعني سهله. هنا سرحتها وعطيتها الطول وغادي نرش هذاك الخليط اللي درت من القرفه والسكر والنشا. كنحاول باش كنرش فوق العجينه يعني كما كتشوفوا. هنا المعلقه ما غاديش تخدم ليا، ما غاديش يجيني داكشي مقاد. غادي نستعمل ايدي وغادي نسرح بهذه الطريقه هذه باش العجين كله يتغطى. وهنا غادي نبدا نلوي، يعني كنلوي بسهوله كما كيبان لكم.
راه دغيا كتحضروه دغيا كتوجدوه. والاهم واللي زوين في هذا الكرواس او هذا البريوش انهم كيوجدوا لينا دفعه واحده. حنا من بعد ملويتهم غادي نحاول باش غادي نضغط ليهم على دوك الجناب باش ما يتحلوش. كنجمعهم بهذه الطريقه هذه وكنقطعوهم القياس اللي بغيتو، يعني بغيتوهم شويه غلاظ بغيتوهم رقاق، من الاحسن تقطعوهم على هذا الشكل ولا رق باش يجيوكم مغلاطش بزاف. كيبقى الاختيار ديالكم. هذا هو الشكل ديالهم. هنا كنجيب الصينيه او اللاطه اللي غادي ندخل الفرن. بغينا نديروهم فرديين، يعني كنباعدوهم كل وحده كنحطوها بوحدها وكنضغطوا عليها شويه، يعني ما كنخليوهاش واقفه بهذيك الطريقه. بغيتو ديروهم يعني كما درت انا، يعني تشكلوهم شكل مربع حتى هو كيجي زوين. كيبقى الاختيار ديالكم. هنا كنستفهم غادي نبعدهم شويه فين يخمروا باش يلا كيخمروا كيتلاصقوا كيجيو مقادين. ما تلاصقوهمش بزاف وملي يخمروا ما يلقاوش فين يخمروا وكيجيوكم مدقسين وثقال، يعني خاصهم يلقاو راحتهم فين يخمروا. كما كتشوفوا كنستفهم وكنضغط عليهم باش ما يجوش غلاط بزاف. وغادي نزينوهم، بغيتو تزينوهم بحال هكا بالشوكولات يعني حبيبات، بغيتو تزينوهم بالفواكه الجافه، بغيتو تزينوهم باي حاجه يعني ودوك المعسلات، يعني اي حاجه الاختيار اللي متوفر عندكم. كنضغطوا عليهم كما كتشوفوا باش ما يجيوناش غلاط على هذا الشكل. هنا راني كنكون مسخنه الفران باش غادي نخمرهم. غادي نغطي عليهم وغادي الفران غير دافي باش دغيا كيخمروا. هنا من بعد ما خمروا ليا كما كتشوفوا ما كندهنهمش بالبيض، كنرشهم غير بالماء كما كتشوفوا. يعني كندير لهم واحد الرشاش. بغيت ترشوهم بالبخاخ الا بغيتو ترشوهم بهذه الطريقه يعني بحال. هنا كنكون مسخنه الفران كنطفيه من الفوق كنخليه شاعل غير من التحت حتى كنحس بهم بداو كيطيبوا. الا تحمروا لكم من الفوق مزيان، ما تحمروش كتعاودوا تشعلوا عليهم من الفوق حتى كياخذوا لكم اللون اللي بغيتو. هذا باش كتجبدوهم راهم دغيا كيطيبوا واخا ما مدهونينش بالبيض، يعني دغيا كيتحمروا. وهنا من بعد ما طابوا لينا شوفوا كيفاش كيجيو محمرين بلا ما نحتاجو ندهنوهم بالبيض، كيجي اللون ديالهم زوين. غادي نرافق معاهم هاد الخلطه هادي، يعني واحد الطريف ديال الحامض كنعصروه مزيان، راه كيعطيونا واحد البنه واعره. وغادي ندير قياس واحد المعلقه ديال الماء كما كتشوفوا، ما واصلاش يعني ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش داك الخليط سائل بزاف. وهنا كنبدا نزيد البودره ديال السكر، يعني سكر كلاصي، زيدوا 5 المعالق 4 المعالق يعني حتى كيبان لكم الخليط راه مقاد. كنخلطهم حتى كيصبحوا ليا كريمي على هذا الشكل. وغادي نبدا نكبو على البريوش ديالي وغادي نسقي به كما كتشوفوا بهذه الطريقه. كيعطينا واحد البنه زوينه الصراحه، كيجي زوين كيعطينا شكل ومذاق. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى اختي لو وصلتي الفيديو حتى لهنا ما تنسينيش من واحد لايك، وإلا ما مشتركاش اشتركي في القناه باش دائما توصلي بالجديد. بارطاجي مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده ولكن الاجر. ونتلاقى معكم في الفيديو الماجي باذن الله، وبسلام عليكم.